عندي سؤال كده يا سياده المستشار. ابو تريكه اول ما ظهر في اعلان النادي الاهلي الدنيا اتقلبت، واعتقد ان النادي خسر كتير بسبب الاعلان ده، وتوقف كمان الاعلان نفسه. شايف وتفسيرك للموقف ده ايه؟ انا مش هقرا رايي. انا مختلف مع ابو تريكه سياسيا من هنا لغايه اخر الدنيا، تمام. لكن حد يقدر ينكر قيمه ابو تريكه كلاعب منتخب مصر لا. النادي الاهلي؟ لا خلاص، دي حاجه ودي. طول ما هتدخل السياسه في الرياضه واخد بالك الدنيا هتخرب. صح، تمام. انا قلت رايي من ساعتها. ابو تريكه نجم من نجوم المنتخب، وانا فكره انا كنت هجيبه نادي الزمالك على 50,000 جنيه. المندوب الحسيني ده اللي عامل بيتنطط ده هو ابنه، ما اعرفش مين ابو مين فيهم الاثنين شكل بعض، واخد بالك تقريبا الواد حسام هو ابوه، واخد بالك 50,000 جنيه ضاع وراح من الترسانه وراح النادي الاهلي. فابو تريكه كنجم كوره، نجم منتخب، لا غبار عليه. صح. سياسه لا، انا مختلف معاه من هنا 100 سنه. انا لسه متريق عليه من حوالي شهر في فيديو، هو الواد محمد رمضان. قلت ابو تريكه جاي بيقول ايه، كان في القناه بتاعتهم دي اللي هي بتاعت بين سبورت. بعد 50 يوم من الاباده اللي حصلت لوالدنا في غزه، تمام. قعد يطلع يقول 50 يوم سايبين العيال، 50 يوم فين العالم العربي؟ طب انا عايز اقول له انت ال 50 يوم فين انت اصلا برضه؟ انت بقالك 50 يوم ساكت، صح، واخد بالك؟